القطايف ولا تحشيها ولا تقفليها، انسوا الطريقة القديمة وجربوا الفكرة العبقرية دي. في الكبة هنضيف معانا نص كوب من العجوة، وعليها فنجان من الحليب، والحليب هنا مغلي وبارد، وثلاث معالق كبار من الكريم شانتيه الخام، وعليهم رشة خفيفة قوي من القرفة وظرف من الفانيليا. ونبدأ نضرب ده كويس جدا في الكبة. احنا هنا بنحضر كريمة التمر، طعمها لوحده حكاية حلوة قوي قوي. وطبعا القطايف عملتها معاكم كتير جدا، او حتى تشتريها جاهزة. هنجيب القطايف ونبدأ نقسمها كده على جزئين زي ما انتم شايفين كده، وبعد كده هنبدأ نقليها، يا اما تقليها في الزيت يا اما تحطيها في القلاية الهوائية براحتك خالص. وهنحضر الشربات بتاعنا ونبدأ ناخد القطايف وهي سخنة على طول، نضيفها في الشربات البارد، نسيبها كده تشرب من الشربات شوية ونقلبها كويس جدا. وبعد ما تاخد كفايتها من الشربات بنكون مجهزين مصفى ونبدأ نصفي أي شربات زيادة فيها. وبعد كده هنبدأ دلوقتي بقى نشكلها مع بعض. بناخد القطعة نبدأ نحطها كده في كريمة التمر، وبكون مجهزة مكسرات. أنا طحنت في الكبة ميكس كده ما بين الفول السوداني والفستق، وبصراحة كان شكلها حلو قوي قوي زي ما انتم شايفين كده. طبق شيك قوي في العزومات هيشرفك بجد. وطبعا كده ايه، هنحط معانا طبق كده كريمة التمر معاه، بحيث اللي عايز يزود يضيف كده معانا زي ما انتم شايفين. حلوة قوي قوي يا جماعة، جربوها تعجبكم جدا. وبكده فيديو النهارده يكون خلص. اتمنى لو عجبكم تشيروا لحبايبكم.